إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الأحبة، فهذا مجلس جديد يجمعنا بكم على خير وطاعة بإذن الله، نتناول فيه وإياكم كتاب الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو إمام مجتهد قد أحسن في مؤلفه هذا وفي غيره، فهو رحمه الله قد عرف بجده واجتهاده في كثرة التواليف وإخراجها بين يدي الناس، ونحسبه والله حسيبه أنه من المخلصين، حيث أن الله عز وجل وضع له القبول في مؤلفاته، فلا ترى طالب علم إلا وقد نهل من مؤلفات الإمام النووي رحمه الله. والإمام النووي له وعليه كغيره من العلماء، فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين. وهذا تنبيه مهم ينبغي أن نتنبه له أيها الإخوة الكرام، أن العالم مهما اجتهد لا بد أن يعتريه بعض السهو أو الزلل أو الخطأ. لذلك قد بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن العالم إذا اجتهد وأصاب كان له أجران، وإن أخطأ فكان له أجر. وهذا يبين أن لا عصمة لأحد من العلماء، فقد دفنت العصمة بعد أن وري النبي صلى الله عليه وآله وسلم التراب، فمن كان بعده من باب أولى أن لا يكون من المعصومين، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والنسيان والجهل. هل يحق أن يوصف فلان بجهل في مسألة من المسائل؟ نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد يكون أحدنا مجتهدا وعرف بالاجتهاد، ومن العلماء البارزين الذين لهم كعب عال في بين الناس، معروفين بالتقوى والورع، ومع ذلك يجهل مسألة من المسائل، فلا يمكن لأحد أن يحيط بالعلم كله. فالإمام النووي رحمه الله عالم مجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، وهذا معروف ومشتهر بين أهل العلم وطلابه، ولكن هذا الخطأ كان عن اجتهاد، فهو قد تأول رحمه الله في بعض الأسماء والصفات، فكان يؤول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكان يقول أن معناها استولى. فهم
لم ينكروا الاستواء تكذيبا، ولو أنكروه تكذيبا لكفروا، ولكن هم تأولوا هذه الصفات، فهو ممن تأول في هذه الصفات ويغفر له خطأه في كثير صوابه، وهذا من الإنصاف الذي عز في هذا الزمان. فإن أصحاب هذا الزمان إذا رأوا من أحد زلة رفعوها على علم، وإذا رأوا منه حسنة داسوها بالقدم، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. فليكن في قلب طلاب العلم، وهم أولى الناس بذلك، الإنصاف والرحمة واللين الجانب، ومن لا يسيء قط، ومن عنده الحسنى فقط، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلنتنبه لهذا الأمر ابتداء حتى لا نشرع بهذا الكتاب ثم بعد ذلك يطرأ علينا بعض الأسئلة حول منهج الإمام النووي وأنه أخطأ في باب العقائد. والله أننا نخجل من أنفسنا أن نقول فلان أخطأ، لكن لا كبير في العلم، لا كبير في العلم، وأن هذا الأمر ستسمع به شئت أم أبيت في أول طلبك للعلم أم في وسطه، ولن يصل أحدنا إلى آخره. فالعلم كحال البحر، فكلما دخلت فيه وجدت نفسك أنك تحتاج إلى كثير من العلم حتى تنضج، وحتى تستطيع أن تعبد ربك عن علم. فالعبادة بغير علم مضلة لصاحبها. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحسنون الطلب، وممن يحسنون لعلمائهم ولمشايخهم ولمن تعلموا منهم هذا العلم. العلم شرفه عظيم والله، فهنيئا لكل من أراد وقصد العلم، هنيئا لمن جلس بين أيدي العلماء وعزم على أن يتعلم أو يعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فاستشعر أيها العبد المبارك، أيها العبد الموفق، أيتها الأخت المباركة، أيتها الأخت الموفقة، يا من جلستم هذه المجالس وأردتم أن تنهلوا من العلم، اعلموا واستشعروا هذا المعنى البليغ، أن الله عز وجل أراد بنا خيرا فعلمنا هذه المسائل. جلسنا في هذا المجلس فتعلمنا مسألة، حفظنا آية أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ما جاء فيها من العظات، وأخذنا بما تضمن هذه الآيات وهذه الأحاديث من العمل وعملنا به. فهذا والله شرف عظيم، نستشعر أن الله عز وجل أراد بنا خيرا فأرشدنا إلى هذا الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ضمن ما ذكر علم ينتفع به، فهذا العلم الذي ينفع صاحبه. علوم الدنيا كثيرة يستطيع أحدنا أن ينهل منها وأن ينتفع في دنياه، وأن احتسب أنها معينة له على أمر الآخرة أن يكون له أجر في ذلك، وهي من المباحات. ولكن على رأس ذلك كله أينما ذكر الأجر والثواب على أعمال الخير من العلم والبر والصلة، فهو أمر مرتبط بالشريعة أولا. فالمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلوم الشرعية التي تقربك من الله عز وجل، التي تعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم، وما دونه ليس بعلم، ليس بعلم. أو قل هو من العلوم الدنيوية: علم الحساب، وعلم الجغرافيا، وعلم
هذه العلوم جميعها من الجيولوجية والفيزيائية وغيرها، إن مت وأنت جاهل في مثل هذه الأمور، جهلت مسألة من المسائل الفيزيائية، هل يضرك ذلك شيئا؟ هل ينقص ذلك من قدرك؟ هل ستسأل عن هذا الأمر لما أضعته ولم تتعلمه يوم القيامة؟ أبدا لن يكون ذلك. لكن لو استطعت أن تحوزه لا بأس بذلك، لا ننهى عن العلوم الدنيوية، ولكن نقدم العلوم الشرعية وهي المراد ابتداء في ما ورد من نصوص في الكتاب والسنة. نعم. وينبغي أن نعلم أنه لا يشترط أن يخرج كل طالب علم فيصبح من العلماء الراسخين البارزين في الساحة، لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يكون الناس جميعا من العلماء، لكن هل ننهى أن يسعى كل واحد منا أن يكون عالما بارزا ينفع الله عز وجل به؟ هذا والله ما يرجوه كل واحد، أن ينفع الله عز وجل به. لذلك مما قاله الإمام أحمد قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء. وقد مر معنا إذا تذكرون هذا الأثر في أول كتاب قرأناه وهو حلية طالب العلم، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أورد هذا الأثر الجميل الذي يكتب بماء الذهب، قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف يصحح أحدنا نيته؟ قال: ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره، فهذه النية التي ينبغي أن ينعقد القلب عليها. فحديثنا في أول حديث في هذا الكتاب هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يتكلم عن النية. قال فيه الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قد جعله الإمام البخاري رحمه الله مقدمة كتابه، قدم بهذا الصحيح، كتابه المعروف صحيح البخاري، قدم به هذا الحديث وجعله بمثابة مقدمة. وهو فقيه رحمه الله، وكان أهل العلم يقولون فقه الإمام البخاري في تبويباته، ونقول في ترتيبه أيضا وتنسيقه الأحاديث ووضعها. ويظهر ذلك من أنه جعل هذا الكتاب وهذا الحديث في صدارة لكتابه الصحيح، هذا من توفيق الله عز وجل له. والإمام النووي رحمه الله كذلك صنع، فجعل في هذا الكتاب ما يسمى بالأربعين النووية. وبالمناسبة كتاب الأربعين النووية ليس فيه 40 حديث وإنما 42، ولكن اعتادت العرب على حذف الكسر، اعتادت العرب على حذف الكسر، وله شروحات كثيرة، من أشهرها وأجملها وأفضلها كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وقد أضاف عليها بضعة أحاديث وشرحها شرحا وافيا. وربما يسأل سائل أو يقول قائل: ما حيث أن ظهرت مؤلفات لعلماء بارزين يجمعونها في كتب ومتون ويجعلونها بالأربعين، وهذا سؤال في محله، لماذا يختارون هذا العدد؟ وهذا قد بني على حديث روي عن جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهم،
جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية أخرى: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، ولكن كما قلت يعني شهرته وكونه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان ذلك حافزا لأن يتناقله أهل العلم فيما بينهم ويسيرون على ما جاء فيه وتضمنه هذا الحديث. وهذا الحديث وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث متفق على صحته، وإن كان من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لوحده لم يرد هذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولكن اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، فهذا اتفاق من أهل العلم على تلقيه. وشأن هذا الحديث شأن كبير بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحاديث رسول الله لها شأن عظيم، ولكن هذا كما أن الله عز وجل فاضل بين أنبيائه فجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضلهم، وفاضل بين آياته فجعل آية الكرسي مقدمة، وفاضل بين سوره فجعل سورة الفاتحة مقدمة، وفاضل بين ملائكته فجعل جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وكذلك فاضل بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فجعل أبا بكر مقدما عليهم. وهذا لا يعني انتقاص غيره، كما أن فضل آية الكرسي لا تعني أن غيرها دونها، فنقول هذا الكلام من باب أن بعض الأحاديث لارتباطها بأمر عظيم شأنه كان لها الرفعة والصدارة. وقلنا كما جاء معنا قبل قليل أن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح وأقام هذا الحديث مقام الخطبة، لم يقدم بمقدمات، وإنما أورد هذا الحديث، وكأنه يقول: يكفي عن الشرح والمقدمات والوعظ في شأن النية أن يكون هذا الحديث مقدما وأن تقرأه وهو كفيل بإصلاح نيتك قبل أن تشرع في طلب العلم. فطلب العلم شأنه عظيم، طلب العلم لا يعدله شيء، هكذا كان يقول الإمام أحمد لما صحت نيته. فنسأل الله عز وجل ابتداء أن يصلح نوايانا ونواياكم، وأن يجعل أعمالنا وتعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالنيات في كل باب، أي أنه لو صنف كتابا في أبواب شتى، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الأذان وغير ذلك، لجعل هذا الحديث في كل باب، كل باب مفتتح بهذا الحديث، ثم تشرع وهو بمثابة تذكير لطالب العلم، للقارئ، للسائل، لمن يمر على هذا الكتاب. أي صحح نيتك وصوب البوصلة، لابد أن يكون عملك خالصا لله، تعلمك وتعليمك. نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولكن نريد أن نحوز ذروة الخير بأن يكون قصدنا في طلب العلم وأقبالنا عليه خالصا لله. هذا أكمل ما تقدمه من نفع لنفسك. أخلص يكفيك من العمل القليل. تنبهوا يا إخوة لهذا الأمر انتباها عظيما. يحتاج الأمر إلى معاناة،
كما روي ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي منذ 20 سنة وأنا أتعاهدها وهي تتفلت علي. أتظن أيها المسكين بعد أن تفلتت نفس سفيان الثوري عليه أن تسلم أنت؟ لن تسلم يا مسكين. تنبه لنفسك وصوبها في كل عمل. أردت أن تتعلم، أخلص النية، ذكر نفسك. لا نحتاج منك ابتداء إلا أن تخرج نفسك من هذا الأمر المشين، أن يكون الواحد منا قد أتعب نفسه وأكل دابته وأجهد هذه النفس وأنفق من الأموال الشيء الكثير، جهد وتعب ومال ونصب ووقت، كل هذا، ثم لا يبذل هذا الأمر إلا لحظ من حظوظ الدنيا. كلكم قد مر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار بثلاث، ولم يأتي من هؤلاء الثلاث أحد من العصاة من أصحاب الكبائر التي عرفت في دين الإسلام، وإنما جاء في مقدمها من كان قارئا للقرآن، ومن كان مجاهدا، ومن كان متصدقا. هؤلاء ثلاثة بذلوا أعمالا عظيمة، بذل أحدهم ماله، وبذل أحدهم نفسه وجاد بها في سبيل الله، وتعلم أحدهم سهر الليالي وهو يقرأ القرآن ويتعلمه، فيقال له: لما تعلمت القرآن؟ أو فيما قرأت القرآن؟ فيقول: قرأت فيك. فيقال: كذبت، قرأت ليقال قارئ وقد قيل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث كان إذا ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحدث به أغشي عليه، لكن القلوب غير القلوب والله. أغشي عليه لما؟ لأنه عرف خطر هذا الأمر، يغشى عليه حتى يحيط به من حوله وحتى يفيق، ثم إذا قرأه مرة أخرى يغشى عليه. حديث عظيم مخيف والله، يحتاج كل واحد منا أن يذكره في كل صباح حتى يصحح نيته، أن يكون قارئا للقرآن، بذل وقتا وجهدا، يحفظ في النهار ويراجع في الليل ويقوم به في الليل، ثم يأتي الشيطان فيفسد عليه عمله، فيقول: اقرأ ليقال قارئ، ويكون هذا حظه من عمله. والله إنه خذلان وخسارة كبيرة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من مثل ذلك. وأيضا عن هذا الحديث كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. إذن هذا أقوال أهل العلم في هذا الحديث، يبين أن هذا الحديث شأنه عظيم وكبير في دين الإسلام، فينبغي لنا من مثل هذا السماع لكلام أئمة السلف أن يكون لنا اعتناء في شأن النية. والنية لها شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث، منها كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومنه قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومنها قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فهذه آيات تدلل على أن شأن العبد في الإقبال على عبادة ربه لا بد أن يكون مستقيما، بأن تكون النية ابتداء لله سبحانه جل في علاه. ومن الأخبار الثابتة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومنها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
لما ذكر عليه الصلاة والسلام الجيش الذي يغزو الكعبة قال في آخر الحديث: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. إذن يبعثون على نياتهم ماذا يعني؟ أن ما وقع في قلوبهم واستقر في قلوبهم هو الذي يبعثون عليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه. فهذا الإحسان يكون أيضا في أمر النية، فأمر النية شأنه عظيم. لذلك بين عليه الصلاة والسلام حتى في شأن الجهاد والذي هو ذروة سنام الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طب هذه الكلمة سأل بصدق، كيف يعرف أنه سأل بصدق؟ هل يرى من عمله؟ ربما يكون مراء في عمله. من سأل الشهادة بصدق أي من قلبه، خالصا من قلبه، والله عز وجل مطلع على القلوب، ونحن لا نطلع إلا على ما ظهر من الأعمال، فلا يمكن لأحد أن يعمل أمامنا عمل ويقول أحدنا ويتجرأ ويقول هذا عمل غير خالص لله، أم يقول هذا العمل لا يراد به وجه الله. هذا أمر ليس لك، أنت لك بالظاهر والله يتولى السرائر. وهكذا عاملوا إخوانكم، بارك الله فيكم. لابد من مثل هذا الأمر، عندما ترى من إخوانك إحسانا لابد أن تشهد بما رأيت أنه من المحسنين. أما أمر النيات فاتركه بارك الله فيك، واتركيه بارك الله فيك. إياك أن تتجرأ وتتهم فلانا وفلانة بأنه مراء أو مرائية، هذا أمر ليس لك. أمر النيات وما يكون في القلوب هذا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه جل في علاه. لذلك قال: إنما الأعمال بالنيات، والأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما الأعمال بالنيات. لكن ما وقر في القلوب هذا لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه جل في علاه. لذلك قال بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. فقد يكون ويتفق على رجلين في مقام واحد وفي صف واحد، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الجهاد، وأحدهما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والآخر يقاتل لعصبية أو حمية. من الذي يطلع على ما في قلبه؟ الله سبحانه جل في علاه. لذلك بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مثالا فقال فيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هاجر، ضرب مثلا بالهجرة، والهجرة شأنها عظيم، أعظم الأعمال التي كان يعقلها الصحابة ويعرفون لها فضلها في ذاك الوقت هي الهجرة. كيف كان يقدم أصحاب رسول الله المهاجرين على غيرهم؟ هذا من هجر البلاد وهجر العباد، هجر ملاعب الصبا، وهجر الأموال والدور والأولاد، كل ذلك هان عليه وهاجر لقاء ما عند الله سبحانه جل في علاه. فالهجرة شأنها عظيم. لذلك بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهنا نكر الأمر، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أن الأمر هين، لم يكرر الشارع ذكره، ولم يقل بعدها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما أشار إليه بالضمير منكر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يدل على دنو شأن همة صاحبه، أنه ما هاجر ليكون أمر الله عز وجل ظاهرا، وإنما كان ذلك من عدم
وضوح قصده وصلاح نيته، وإنما كان الأمر مرتبط بشأن دنيوي. خسارة والله أن يسير الواحد منا في أمر شرعي وظاهر أن العمل أنه خالص لله وفي قلبه دسيسة لا يعلمها إلا الله، يتعب نفسه هذا المسكين ولا يكون له وافر الأجر والثواب. لذلك كان ورد عن بعض السلف أنه قال: العمل بلا إخلاص كمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. المسافر إذا سافر يحمل ما ينتفع منه في سفره من المال ومن الطعام وغير ذلك، لكن إذا حمل رمل التراب لا ينتفع منه، فأخلص يكفيك من العمل القليل. وأمر النية شأنه عظيم، أمر النية شأنه عظيم. في مثل هذا المقام ينبغي أن ننبه على تنبيه، وهو أن الأمر بالنية مرتبط بالقلب لا باللسان، مرتبط بالقلب فمحله القلب، وأما اللسان فلا علاقة له بالنية. ومن هنا ينبغي أن ننبه على بعض الأخطاء التي تكون من المصلين ومن غيرهم، إذا أراد صلاة، إذا أراد صوما، يقول: نويت أن أصلي هذه الصلاة حاضرا خلف إمام كذا أو في مكان كذا. كل ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما يستقبل القبلة ويكبر ويشرع في هذه العبادة العظيمة. وأما نيته فتكون في قلبه، ما شرع بالوضوء إلا للصلاة، هذه أبلغ نية، ما قام ووقف تجاه القبلة إلا وهو ينوي الصلاة، وهذه أبلغ نية. ربما يقول قائل ويسأل سائل: وما نراه من الحجاج والمعتمرين من التصريح بالنية في قولهم لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجه؟ فنقول: هذا إهلال بالنسك وليس تصريحا بالنية. واضح؟ تنبهوا لمثل هذا الأمر. هذا إهلال، النية منعقدة في قلبه منذ أن نشأ بالسفر، منذ أن هيأ نفسه ومتاعه، منذ أن بعث بجواز السفر ليتحصل على مثلا الفيزا، منذ أن بذل المال ليتحصل عليها، هذه كلها نية، ولكن ذاك إهلال، يعني كأنه ابتداء. لذلك قال بعض أهل العلم: ومقام الإهلال في الحج والعمرة كمقام تكبيرة الإحرام في الصلاة، الله أكبر، وهنا تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة. فإذا في كل الأعمال النية محلها القلب وليس لها علاقة